السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من البودكاست ديالنا. اليوم غادي نتكلموا على موضوع غاية في الأهمية، اللي هو كيفاش ندبروا الفلوس ديالنا بواحد الطريقة ذكية. هنا واش عمرك حسيت أن الفلوس كتخرج من يديك بسرعة، والشهر طويل وكتعطل الفلوس وما كيوصلكش الصالير وكتبقى تفكر أكثر من مرة؟ إذا هذه الحلقة غادي تكون هي دليلك الشامل باش تصرف بعقل وتبدا تخطط لمستقبل مالي مرتاح. فهاد الفيديو غنقسموه لخمسة محاور. نبداو بالمحور الأول اللي هو علاش مثلا خصنا نهتموا بالتدبير المالي. هنا بزاف ديال الناس كيشوفوا الفلوس بحال الماء، ماشي ضروري تخطط ليها، ولكن الحقيقة هي أن التدبير المالي هو اللي غيمكن ليك تكون مرتاح وما تحس بالتوتر في الأيام الصعيبة. حتى إلا كان الدخل ديالك محدود مثلا، التخطيط هو اللي غيخليك تمشي بعيد. المحور الثاني اللي هو كيفاش نديروا الميزانية بلا صداع. أول خطوة هي الميزانية، ماشي شي حاجة معقدة، غير ورقة وستيلو ولا استعمل تطبيق في التليفون وقسم الدخل ديالك لثلاث أقسام: 50%، 30% و20%. 50% للحاجيات الضرورية بحال الكرا والضوء والماكلة بطبيعة الحال. 30% كتخليها للملابس وتخرج والترفيه مثلا إلا كان. كتبقى 20% واجب تكون للتوفير والاستثمار، حيت هذا الجزء هو اللي غادي يضمن ليك مستقبل زوين بطبيعة الحال. نمشيو للمحور الثالث اللي هو نصائح عملي للتوفير. دابا شنو نديرو باش نحسنو ولا نحبسو التبذير؟ قبل ما تخرج من الدار اول حاجه خصك دير واحد اللائحه بالحاجيات اللي خصك تشري وما تشري والو خارج هاد الحاجيات اللي حددتي انت بطبيعة الحال. قهوه ديال الزنقه حاول تقلل منها وتشرب قهوه ديالك في الدار. التوفير بشويه مهم بزاف، غير الا جمعتي 10 درهم في النهار اكيد غتعطيك 300 درهم في الشهر، وهذا بحد ذاته توفير. المحور الرابع شنو نديرو بالفلوس اللي وفرناها مثلا؟ هاد الفلوس اللي وفرناها حطها في شي بلاصه تكون بعيده على اليد، بحال حساب بنكي للتوفير، ولا استثمرها في شي مشروع صغير. علاش؟ باش ما تقربش ليها. المحور الخامس اللي هو كيفاش نواجهوا المصاريف. كاينين ديما ديك المصاريف اللي كتجي فجأة، تجي غريبة ولا صدفة، شي مرض مثلا لا قدر الله ولا عطلة كتكون غير متوقعة، ولا شي حاجة إصلاح في الدار ولا شي حاجة ما بحال هاد الشكل. أولا دير صندوق الطوارئ، ماشي ضروري تبدا بشي مبلغ كبير، غير 100 درهم مثلا كل شهر أكيد غادي تكفي باش تجمع شوية بشوية. ثانيا حاول تفرق بين الضروري والممكن، تأجلو واش هاد المصاريف ضرورية ولا لا. ثالثا خصك تتعلم تكون مستعد، فكر دائما في شي حلول بديلة. سهل إلا مشينا خطوة بخطوة، غير خصك تكون واعي بأهمية الفلوس وتعرف كيفاش تصرفها. ما تنساش أن التخطيط هو اللي كيغلب العشوائية. شكرا بزاف على الاستماع، نتلاقاو في حلقة جديدة. إلا عجبتكم الحلقة شاركوها مع أصحابكم وبارطاجيو الخير. تحياتي.